إحصائية لضحايا ومفقودي الباكاكا في الزون الأخضر، أي المناطق الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. عززت تنظيمات الباكاكا وجودها على أراضي إقليم كردستان على أسس الإعداء ومحاربة حكومة إقليم كردستان، وللتغطية على هذه العداوة الشرسة تحاول الباكاكا إبداء خلافاتها ومشاكلها مع حكومة الإقليم وكأنها مشاكل خاصة مع البارتي أي الديمقراطي الكردستاني. فبات قادة هذه التنظيمات ينظمون حملات منظمة ضخمة لتسقيط الديمقراطي الكردستاني، وبدأت هذه الحرب الدعائية الإعلامية الشرسة تظهر بوضوح على منصات هذه التنظيمات وماكيناتها الإعلامية، تلك المنصات التي تتسم بغياب القيم والمبادئ الأخلاقية والمجردة من أي أسس موضوعية، والمتخصصة بتحريف الحقائق وتزييف الوقائع ونشر الأكاذيب والافتراءات والإشاعات، كل ذلك من أجل التغطية على انتكاساتها وإخفاقاتها المتواصلة. وفي الوقت نفسه في جبهة مناوئة معادية للبارتي، ذلك الحزب الذي يملك سجلا حافلا بالمواقف الثورية والوطنية البطولية وذو التاريخ الناصع في سماء الحركة التحررية الكردستانية. فقيادة الباكاكا دأبت على إلقاء اللوم على البارتي بصدد عامة إخفاقاتها، وتحمله مسؤولية انهزاماتها على كافة الصعد، وبالأخص في شهر أيار فهي تحاول خلق سيناريو وكأنها كادت تقضي على تركيا لولا إنقاذ البارتي لها، فهي تصور دولة تركيا في حالة سكرات، والبارتي يحاول إنقاذها من الموت المحقق على يد الجريلة. غير أن من يعرف حقيقة هذه التنظيمات يدرك جيدا حقيقة مجرى الأحداث، فالباكاكا التي لم تستطع لغاية الآن تحرير شبر من تربة شمال كردستان أي كردستان تركيا، هل بقي الخط الحدودي الفاصل ولم تحرره؟ فالباكاكا أخفقت في مواجهة الدولة في كردستان تركيا عسكريا وواقعيا، ولا تقدر حتى على التحرك قيد أنملة، كما وأثبتت أحداث كردستان سوريا سواء في عفرين أو سريكاني أو جريسبي أنها لا تستطيع الصمود والمقاومة أمام الدولة التركية ولا تقدر على التصدي لها، وأنها في وضع لا يحسد عليه في هذين الجزئين من كردستان، وأنها فشلت عسكريا وتحيط بها المخاطر من كل جانب. رغم كل الأوضاع المتأزمة التي تمر بها هذه التنظيمات، تدعي الباكاكا وتزعم أنها ستقضي على الدولة التركية في إقليم كردستان، فتحاول إلصاق إخفاقاتها وانتكاساتها بالديمقراطي الكردستاني، وتبذل كافة جهودها لإقناع الشعب بهذه الافتراءات والادعاءات الكاذبة. فهي تدعي أن البارتي يتجسس عليها عسكريا، كما تتهم عموم شعب الإقليم بالعمالة والتجسس لتركيا. غير أن الحقيقة أن هناك أسبابا حقيقية أخرى كامنة وراء هذه الإخفاقات لهذه التنظيمات في إقليم كردستان، منها أن الاستخبارات التركية ميت اخترقت صفوفها بشكل كبير ونصبت العديد من عملائها في مراكز بارزة في هذه التنظيمات، إلى جانب زرع أجهزة التتبع وتحديد المواقع في عناصرها. فقد باتت تركيا تتصدر لائحة الدول المتقدمة علميا وعسكريا وفي مجال التكنولوجيا العسكرية خاصة، فهي تتحكم حتى بتحركات مسلحي هذه التنظيمات ومتابعتهم بدقة، علاوة على تحركات طائراتها المسيرة دوريا بل ويوميا في أجواء إقليم كردستان واستكشافها ومراقبتها لأي تحركات لمسلحي هذه التنظيمات. من جانب آخر، تصل العديد من التقارير من عمق الباكاكا للدولة التركية حول تحركات ونوايا هذه التنظيمات عن طريق عملاء زرعتهم المخابرات التركية في صفوفها، وإلا فكيف نفسر استهداف الدولة لعناصرها في المناطق العسكرية المحضة والتي منعت الباكاكا المدنيين من البقاء فيها أو الذهاب إليها؟ أو كيف نفسر استهداف المقاتلات المسيرة لعجلة تقل مسلحي هذه التنظيمات وبعدها الإعلان عن مقتل شخصية محددة خلال هذه العملية؟ فلو تتبعنا مواقع الدولة ووسائل إعلامها الخاصة لرأينا عجب العجاب في هذا المجال، فهي تنشر تفاصيل عملياتها لاستهداف قيادات بارزة في هذه التنظيمات والقضاء عليها بذكر الساعة وتحديد المنطقة بدقة. فهل تسأل يوما كيف علمت الدولة بهذه التفاصيل الدقيقة للعملية من وقت وقوعها والمستهدف من خلالها وغيرها من تفاصيل دقيقة لا يعلمها إلا من تربطهم صلة بها أو ذوي مناصب رفيعة فيها؟ فهذه التنظيمات تمتلك علاقات وطيدة مع المؤسسات الاستخباراتية
الاستخباراتية الإقليمية كالمؤسسة المعلوماتية والاطلاعات الإيرانية والاستخبارات التركية ميت. ولا نستغرب أن تكون المسافة التي تبعد بين مبنى الاستخبارات التركية وثلاثة مباني لمؤسسات تابعة للبكك في محافظة سليمانية فقط كيلومتر ونصف، فتربطهم علاقة الجوار، وهذه من حقوق الجار على الجار. وأما المناطق المحيطة بمدينة سليمانية فحدث ولا حرج، فغالبية موظفي البكك تربطهم علاقات وثيقة بالاستخبارات التركية، وهذا ما يثبت أن المصادر الرئيسية للاستخبارات التركية هي عمق هذه التنظيمات. ف80% من العمليات الاستخباراتية والغارات المستهدفة لمسلحي البكك تجري في المناطق التي لا تدار فيها أي معارك، وبالأخص في قنديل وآسوس والسليمانية، وكلها مناطق نفوذ وهيمنة الاتحاد الوطني الكردستاني. ورغم كل هذا تحاول البكك اتهام البارتي وتحمله مسؤولية هذه العمليات بمجرد أن لا تتأثر العلاقات التي تربطها بالاتحاد، بل وكثيرا ما تغطي على هذه العمليات لهذا الغرض. قصص طوتها البكك. ديار غريب عضو اللجنة المركزية للبكك وعضو منسقية الرئاسة العامة لمنظومة المجتمع الكردستاني والرئيس المشترك السابق لحزب الحل الديمقراطي الكردستاني. عقب الحادث اتهمت البكك البارتي وحكومة اقليم كردستان بالوقوف وراء الحادث مجددا، غير ان الحقيقة هي ان ديار غريب كان متوجها لمدينة قلعة دزة الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني. كان قد اجتمع مع رفاق له في الاتحاد الوطني والشخصيات الاخرى من محافظة سليمانية، كان قد دعاهم للمشاركة في الاجتماع. بعدها وفي 17 من حزيران عام 2019 توجه ديار غريب من قلعة دزة لقنديل، وفي طريقه ألقى تحية على حاجز لتفتيش للاتحاد في مدينة سنغسار. وبعد مرور 20 دقيقة فقط استهدفت المقاتلات الحربية التركية العجلة التي كان يستقلها في منعطفات كورتاك، حيث أصاب الصاروخ الأول سيارة مدنية ليدمر الصاروخ الثاني عجلة ديار غريب. حاولت البكك التغطية على حادث مقتل ديار غريب بشتى الوسائل، فنشرت وسائل إعلامها بادئ الأمر أن المقاتلات التركية استهدفت سيارة مدنية أسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين، غير أنه بعد إعلان الدولة التركية يوم 7 من تموز عن تحييدهم لديار غريب حرفت البكك تاريخ الحادث لل5 من تموز، وقالت بأنه تعرض لإطلاق نار في محاولة منهم للتغطية على حادث مقتله الحقيقي. هذا وفي عملية استهداف ديار غريب كان يستقل نفس العجلة عضو قيادي بارز آخر للبكك يدعى مراد قندوز والملقب باسم الحركي دوران، كان مدرجا على القائمة البرتقالية للمطلوبين لدى الدولة. قاسم أنجين قيادي بارز آخر للبكك قضى حياته في المناطق الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني، ألا وهو قاسم أنجين، وقد تم تحريف قصة مقتله أيضا من قبل البكك. كان أنجين أيضا عضوا للجنة المركزية للبكك. تم استهدافه يوم 27 من آب في قرية سفرة التابعة لناحية ماود مع 4 من الجريلا، هذا وتبعد ماود 65 كيلومترا عن مدينة سليمانية. ورغم هذا حرفت البكك التاريخ ومكان حادث استهدافه لئلا تتأثر علاقاتهم الثنائية مع الاتحاد، فغيرت مكان استهدافه لمنطقة برادوس الخاضعة للنفوذ البارتي. وبهذا التزييف أرادت هذه التنظيمات إبعاد أصابع الاتهام عن الاتحاد والتغطية على مواقفه المريبة. أيا ترى هل كان الهدف هو استهداف الأعضاء الثلاثة للجنة العلاقات الخارجية للبكك أم رضا آلتون؟ في 21 من آذار عام 19 توجهت عجلتان للبكك من قلعة دزة نحو قرية جاراوذا، كانت إحداهما تقل قياديا مؤسسا للبكك وهو رضا آلتون، وكانت الأخرى تقل سرحة فارتو وسنان السور ونافدار آمات. كانوا متوجهين نحو قنديل في الطريق الذي لقي فيه ديار غريب مصرعه. عبروا حواجز التفتيش للاتحاد، وبعد وقت قصير أصاب الصاروخ للمقاتلات التركية العجلة التي كانت تقل 3 أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للحزب، ولقوا مصرعهم في الحال، فيما نجت العجلة التي تقل آلتون من إصابة الصاروخ بأضرار خفيفة أصيب من خلالها رضا آلتون بإصابات طفيفة. أدار سائقه الخاص دفة القيادة متوجها نحو قلعة دزة في محاولة منه للاختباء في المدينة والتوجه لمستشفى قريب، وبهذا تحولت منعطفات كورتاك وسنغسار لمنطقة اصطياد قادة البكك. كان الاتحاد والبكك قد قررا ذاك العام إقامة احتفالات أعياد نوروز بجبل قنديل، فكان أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للبكك يتمتعون بعلاقات أكثر من جيدة مع كبار قادة الاتحاد. كان هؤلاء كوادر البكك المستهدفين قد تحدثوا
تحدثوا قبل 4 ساعات من استهداف سيارتهم مع قادة للاتحاد. حاولت الباكيكة تغطية حادث إصابة رضا ألتون، وبعد إعلانها عن مصرع 3 مسؤولين في صفوف تنظيماتها، جرمت هذه التنظيمات أهالي المنطقة ببيع الذات والعمالة والتجسس حفاظا على علاقاتها مع الاتحاد مرة أخرى. هجوم جبل إزمير، تم استهداف أهم شخصيتين في صفوف الباكيكة هما دمهات عقيد وجميل آمل، عضو لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني ومسؤول علاقة الباكيكة مع الاتحاد الوطني، في 15 من تشرين الأول في جبل إزمير من قبل مسيرات تركية. وقد نجا أحد كوادر استخبارات الحزب من الحادث جريحا. هذا وجبل إزمير المطل على محافظة السليمانية منطقة سياحية صغيرة، وكان سيد خان والكادر الاستخبارات الملقب بأحمد والذي نجا من الحادث جريحا كان يديران عموم علاقات الباكيكة مع الاتحاد الوطني، وكانت تجمعهم علاقات واجتماعات يومية بالمؤسسة المعلوماتية الاستخباراتية للاتحاد. وحادث استهدافهما بهذا الشكل وفي هذه المنطقة بالذات أثارت بعض المشاكل الوقتية بين الاتحاد والباكيكة، ومنع الاتحاد الوطني إقامة مراسم التشييع لهما داخل السليمانية، كما قام بسرقة الجثتين من المستشفى ونقلها للطريق المؤدية إلى قنديل. فشارك جمع صغير من قرى تلك القرى في تشييع جثمانهما. من جانبها التزمت الباكيكة الصمت ولم تتحدث إطلاقا عن منع الاتحاد لإقامة مراسم التشييع وتهريبه للجثتين على وسائل إعلامها، كما لم تتهم الاتحاد قطعا. وبعد مرور عام على الحادث وفي الذكرى السنوية الأولى لها، جاءت هذه التنظيمات لتدين البارتي بحادث اغتيال كادريها المسؤولين، متجنبة الإشارة إلى الاتحاد ولو من بعيد. قلعة دزي والاتحاد والاتصالات مجددا. في 13 من حزيران استهدفت المقاتلات الحربية التركية سيارة تحمل علامات سيارة مدنية في محيط قرية داشمنة. أسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص. بعدها تم الكشف عن أن المستهدفين الأربعة كانوا مسلحين للباكيكة، بينهم قيادي بارز في صفوف تنظيماتها يدعى أولاج دوغان الملقب باسم الحركي أولاج ديرسم. كان أولاج ديرسم عضوا للهيئة القيادية لقوة الدفاع الشعبي هبكة، الجناح المسلح للباكيكة، كما كان قائدا عاما لمحور قنديل وصولا لخواكورد، إضافة إلى مسؤوليته لقوة الدفاع الذاتي. وقد قضى مدني من قلعة دزي حياته في السيارة المستهدفة يدعى بكر توفيق. وقد غطت الباكيكة على الحادث لغاية كشف الدولة التركية لها وإعلانها عن اغتيال أولاج ديرسم في عملية استخباراتية، فكانت تظهر بأن تركيا استهدفت سيارة مدنية تقل مواطنين مدنيين أبرياء لغاية رفع الغطاء عنها من قبل تركيا. ضحايا ومفقودي قنديل. عدا هؤلاء أصبح العديد من قادة الباكيكة ومسؤوليها أهدافا لغارات جوية في قنديل، كما لقي العديد منهم مصرعهم على طرق رانيا وسانجسر وقلعة دزي دون الإعلان عنهم. أسماء بعض هؤلاء: أولا أردوغان أونال الملقب باسم الحركي دوغان نورهاي، كان مسؤولا لقسم التكنولوجيا في مديرية استخبارات الباكيكة، لقي مصرعه إثر غارة جوية في 24 من تموز 19. ثانيا عبد الرحمن حمو الملقب باسم الحركي دوزدار حمو، تسنم مناصب قيادية عليا في صفوف هذه التنظيمات وبالأخص بكردستان سوريا، وهو من كوادر التسعينيات. تم الإعلان عن قيام المدعو بتجارة النفط مع سوريا دون ترخيص من قادة الباكيكة. تم استدعاؤه لقنديل على خلفية هذه التهمة. بات مصيره مجهولا إثرها مباشرة، ليتم بعدها الإعلان عن مقتله إثر غارة جوية. ثالثا مار آيدن الملقب باسم الحركي ريناس آيدن، مسؤول الجمارك لدى هذه التنظيمات، لقي مصرعه إثر غارة جوية في 2 من شباط عام 21. رابعا المنسق العام لمنطقة قنديل أيتن آمل خالد التار، وعضو الهيئة القيادية لمنظومة المرأة الكردستانية، تم استهدافها في 9 من آذار عام 20 بقنديل، ولم تعلن الباكيكة عن مقتلها لغاية الآن. خامسا دلال نورهاك أسماء أوراك، عضوة لحزب حرية المرأة الكردستانية وعضو الهيئة القيادية لمنظومة المرأة الكردستانية، تم استهدافها في قنديل عام 19، وهي الأخرى التي لم تعلن الباكيكة عن مقتلها لغاية اليوم. سادسا دكتورة جيان صالحة كايتار، عضو الهيئة القيادية لمنظومة المرأة الكردستانية ومنسقة شؤون الباكيكة في روسيا، واحدى الكوادر القدامى لهذه التنظيمات، لقيت مصرعها في قنديل في 19 من آب 19، وهي الأخرى التي لم تعلن هذه التنظيمات عن مقتلها. سابعا
طبعا هاجاكوي نظيف بيلان من القياديات القدامى لهذه التنظيمات استهدفتها المقاتلات تركيا في 20 آذار عام 20 في قنديل، كانت ذات منصب بارز في إطار الحركة النسبية لهذه التنظيمات. هذا وقد أعلنت الباكيك عن مقتل 16 فقط من كوادرها في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني حفاظا على علاقاتها مع الاتحاد، فهي لم تتحدث إطلاقا عن كيفية استهداف هؤلاء في مناطق الزون الأخضر، كما لم تشر بأصابع الاتهام نحو الاتحاد أو إدانته إطلاقا، بل على العكس فقد حرفت حقائق هذه الأحداث وظللت الشعب الكردي وبالأخص عوائل هؤلاء وكوادرها وأتباعها بمعلومات خاطئة ومضللة وخادعة، واتهمت الباردي وحكومة إقليم كردستان كما اعتادت.